بداية حابب اقول لكم اي حد عنده مشكلة في اسنانه وحابب يستفسر مني او حابب ان انا اتكلم عن نقطة معينة في الايام الجاية يبعت لي على الصفحة وان شاء الله هرد على الجميع. النهارده هتكلم على اشهر سبب عشان طب الاسنان واطباء الاسنان موجودين، وهو الالم القوي للاسنان. بداية كده خليني اشرح لك واوضح لك هو الالم ده اللي الناس بتتكلم عنه شكله ايه. الالم ده بيكون الم قوي ومستمر بيسبب صداع فظيع، تلاقي الشخص بيقول لي يا دكتور انا مش قادر اخلي الاكل يجي على الجنب ده، انا حاسس ان كل اسناني بتوجعني. يقول لي يا دكتور انا بقالي كذا يوم ما بنامش، الالم حاسس ان هو بينبض في عيني وبينبض في ودني ومسمع في الفك كله. يا ترى هو ممكن الضرس يعمل كل ده؟ ممكن الضرس يعمل كل ده، وده بسبب ان التسوس نخر الضرس لغايه اما البكتيريا بتاعت التسوس وصلت العصب والعصب بقى مكشوف للبكتيريا. وزي ما احنا عارفين ان اعصاب الاسنان متصله بالجهاز العصبي المركزي، وهو ده التفسير لسبب الالم القوي. لو لاحظت معايا الصورة دي هتلاقي ان في شبكة اعصاب صغيرة متصلة ببعضها بتغذي جذور الاسنان ومتصلة بصورة مباشرة بالمخ، وكذلك بتعدي على كذا مكان بتعمل له تغذية عصبية، سواء العين سواء الكتف سواء الودن، وده اللي بيفسر ان الألم ممكن يسمع في كذا مكان غير الاسنان. هتقول لي يا دكتور طب لو انا حصل معايا كده او حصل قدامي مع حد ازاي اتصرف واعمل معاه؟ حاول ان انت بسرعه تكلم طبيب الاسنان وتروح له عشان يبدا معاك علاج العصب او يعمل لك سحب عصب او علاج جذور، كل دي مسميات لنفس الحاجه. بس انا يا دكتور مفيش متاح دلوقتي ان انا ازور طبيب الاسنان، اما بسبب الوقت المتاخر او لاي سبب كان. ساعتها هنصحك نصيحه واقول لك الشخص المتالم ده لو عمره فوق ال 12 سنه ممكن نبدا معاه بحبايه من الباراسيتامول او اي حاجه من مشتقاتها، ممكن بتركيز مثلا 500 مللي جرام، ولو الالم قوي جدا ممكن ياخد حبتين، وبعدها من 5 إلى 6 ساعات ممكن نديله نوع تاني زي الايبوبروفين او اي حاجه من مشتقاته. وافضل حاجه لتسكين الالم ان احنا نستخدم نوعين من المسكنات مختلفين في الماده الفعاله بتاعتهم، بس بشرط ان احنا دايما نخلي المسكنات بعد الاكل. هتقول لي يا دكتور بس انا مش قادر اكل، حاول لو هتاكل حاجه خفيفه عشان المسكنات على معده فاضيه بتتعب المعده جدا. المرة الجاية هقول لك طبيب الأسنان بيعمل إيه في علاج العصب عشان تروح من عنده والألم اختفى بصورة كبيرة إن شاء الله. وحابب أفكركم أي حد عنده استفسار أو سؤال يبعت لي على الصفحة وإن شاء الله هرد على الجميع.